محمد الجندي. انا ابني وحيد يا استاذ وائل. ده ابنك الوحيد؟ ما قلتش غيره. ابني وحيد بيجيد 3 لغات، بيسافر بلاد العالم كلها. ابني لا هو بلطجي ولا ابني انسان بيرمي طوب، ولا ابني بتاع عليه. كل الحكايه ان ضابط شتمه فبامه هو رد عليه. هل يصح ان هو ياخده يرميه في الجبل الاحمر، يخليه يقطع النفس خالص ويبقى بين الحياه والموت؟ انا نفسي تيجي حضرتك تصوره في قلب المستشفى. اذا كنت مسلم يعمل في مسلم اللي هو عمله في ابني، انا راضيه. انا عايزه اناشد الشيخ حسان، وعايزه اناشد كل اخوان المسلمين يجوا يقفوا ويقولوا لي فيه مسلم يعمل في مسلم اللي هتعمل في ابني. انا ابني مش حرامي، انا ابني احسن واحد في الدنيا. ده اداك الدكتور مرسي صوتي ايام الانتخابات وما رضيتش ادي لشفيق. ندمت يا استاذ وائل، يا ريتني اديت لشفيق. انا دلوقتي بقول له ابني دمه في رقبتك يا مرسي، ابني دمه في رقبتك يا وزير الداخليه، ابني دمه في رقبتكم كلكم يا اخوان. ابني ما هوش بلطجي. انا هسالكم بابني يوم الموقف العظيم، هقول له يا ربي حاسبهم قدامي قبل ما تقبض روح، قبل ما تحاسبني. ابني انسان قبل ما يكون مناضل. ليه ولا كان محسوب على العالم محسوب على التيار الشعبي؟ طب وماله؟ ده دم المسلم على المسلم حرام عرضه، وماله؟ مش كمان حياته؟ يبقى حياة ابني الوحيد ويبيتوني بناره. حالة محمد ايه؟ محمد في غيبوبة كاملة. محمد بين ايدين ربنا. مش هطلب من حد، انا هطلب منه هو لان ما عطيتوش. محمد كان نازل معايا العمره الاسبوع الجاي. محمد كل يوم كل عيد امي يطلعني العمره، كان بر بيا، كان بيطلعني انه بيشتغل في السياحه، بيطلعني كل سنه، بياخدني معاه في كل حته ويقول لي اتمتعي بالحياه يا ماما. ليه يضيعوا ابني الوحيد؟ ليه؟ حرام عليهم، حرام عليهم. حزبي الله ونعم الوكيل، حزبي الله ونعم الوكيل، حزبي الله ونعم الوكيل. يجيهم نار ولادهم زي ما هم سيد ناري. ما هو يحسبهم، ما هو كافر اللي عمل فيه كده. ضربته من رقبته بحبل استاذ وائل وجره، ضربته ومضيع عينه. يا استاذ وائل اللي مكهربينه في لسانه، قول لهم وقول لمرسي وقول لخيرت الشاطر وقول لبديع دم ابني في رقبتهم، وهسألهم يوم القيامه وهدعي على اولادهم ان ربنا ياخدهم علشان يسابوا النار اللي انا فيها.